السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع كتير محدش اتكلم فيه، ألا وهو تكلفة معيشة الفرد الواحد في اسطنبول. الناس بقى اللي جاية تستقر، مش هتكلم عن الناس اللي جاية سياحة، لأن انت اللي جاي سياحة دوت بتبقى حاجة نسبية. يعني في واحد ممكن يقعد في فندق 4 نجوم، في واحد ممكن يقعد في هوستل، في واحد ممكن يصرف 5000 ليرة في اليوم، واحد ممكن يصرف 1000. فالموضوع بيبقى نسبي قوي، مش هتقدر تحدده. لكن بالنسبة للناس اللي جاية تستقر، هو كل واحد فيه اوبشنات معينة نقعد نتكلم فيها كده حاجة حاجة، وكل واحدة بسعرها، عشان اللي جاي يستقر يبقى عارف هو جاي على ايه، وعارف جاي هيدفع كام هنا وكام هنا وكام هنا. وبرضه الاسعار دي بتتغير يوم عن يوم، ولكن احنا بنقول المتوسط في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا النهارده في شهر 5 اهو، داخلين على العيد الكبير، كل سنه وانتم طيبين. فاحنا بنقول اللي ممكن يبقى موجود الاسعار في اليومين دول يعني. فلو انت جاي الراوند اليومين دول كمان شهر شهرين، غالبا هتبقى نفس الاسعار. طيب خلينا نبدا. جاي اسطنبول تستقر، لازم تعرف الحاجات اللي هقولك عليها دي دلوقتي. هتعرف هتسكن فين، هتطبخ في البيت ولا هتاكل من بره، هتتحرك كتير ولا لا، عايز تعيش على القد ولا عايز تعيش مرتاح، لان كل حاجه من دول وليها المصروف الخاص بيها. تمام، خليني بقى اقول لك كل حاجه من دول، نمسك حاجه حاجه كده واقول لك هتصرف كام في الشهر في كل حاجه بالظبط وبالارقام، عشان تبقى جاي عارف انت هتعمل ايه هنا. خلينا ناخد اول حاجه السكن، وهو المصروف الاكبر اللي عندك هنا في اسطنبول. طيب السكن فيه 3 اوبشن مش هتطلع براهم لو انت واحد لوحدك. ايه هم ال3 اوبشن؟ اول اوبشن، حضرتك هتقعد في اوضه مشتركه، مثلا تقعد في سكن شبابي، اوضه مشتركه زوجي انت وحد تاني. او لا اما انت ما بتحبش تقعد مع حد، تقعد في اوضه فردي برضه في سكن شبابي. لا اما بقى انت بتحب تريح نفسك خالص، تاخد بقى استوديو على قدك. يعني ايه استوديو؟ الاستوديو ده بيبقى عباره عن غرفه كبيره وحمام ومطبخ فقط، اللي هو كل ما يحتاجه الفرد اللي قاعد لوحده. اوضه عشان تنام، ومكتب تذاكر، وحمام ومطبخ، بس مش عايز اكتر من كده. خلينا بقى نقول لك سعر كل حاجه فيهم. بالنسبه هقول لك انا طبعا الاسعار دي مش هقول لك بالظبط، بس هقول لك السعر يتراوح من كذا لكذا عشان تبقى عامل حسابك. خلينا مثلا نبدا الاوضه المشتركه. هتلاقي مثلا في مناطق زي الفاتح او شيشلي، او يعني وسط البلد، مش هقول لك مناطق بعيده قوي، ممكن تلاقي الايجار بتاع السرير في الاوضه المزدوجه بيبدا من 5000 ليره الى 10000 ليره حسب المنطقه. من 5000 ليره الى 10000 ليره حسب المنطقه وحسب الناس اللي انت قاعد معاهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاوضه الفرديه برضو يعني ممكن نفس السعر، برضو من 5 ل 10 حسب المنطقه وحسب الشقه ومستوى الشقه اللي انت قاعد فيها. طيب بالنسبه بقى للاستوديو، اقل استوديو ممكن تلاقيه ب 12000، من 12000 وانت طالع، يعني ممكن 15 17. ده استوديو ليك لوحدك، برضو السعر يختلف حسب المنطقه وحسب فين الاستوديو وكده. تمام، ده اول حاجه بالنسبه للايجار. بالنسبه للفواتير، والله لو انت قاعد في اوضه مزدوجه او قاعد في اوضه فردي، غالبا السعر اللي صاحب الشقه بيقول لك عليه غالبا بيبقى شامل الفواتير. يعني ايه شامل الفواتير؟ يعني حضرتك بتستخدم كهرباء، ميه، غاز، كل الحاجات دي كلها جوه ثمن الحاجه، يعني جوه ثمن الاوضه اللي انت دافعه، سواء بقى في سكن في اوضه فرديه او في اوضه مزدوجه. يعني قال لك والله هتدفع في الشهر 8000 ليره، خلاص ال 8000 دول 8000 ليره سوري، دول سكن وفواتير. تمام، ولكن انت لو هتسكن في استوديو لوحدك، هنا بقى هتدفع فواتير انت لوحدك. فانت هتدفع مثلا الاستوديو نقول متوسط 13000 ايجار، هتدفع عليهم بقى بالنسبه للفواتير. تعمل حسابك طبعا ان انت لو جاي سياحه، مش اي سكن او اي استوديو في اي مكان يصلح للناس اللي جايه تقعد باقامات سياحيه. ليه؟ لان تركيا هنا دلوقتي السياح كتروا في مناطق معينه، فهم عاملين مناطق محدده فقط الناس تقعد فيها. يعني والله مثلا الفاتح دي مقسمينها مثلا مربعات، 6 7 مربعات، 8 مربعات.
يعني كل واحده باسمها بقى، بس انا اكيد مش فاكر الاسامي دلوقتي، بس ما علينا. انت مثلا هديك يعني مثال عشان تفهم معايا. الفاتح مثلا، منطقه الفاتح في اسطنبول متقسمه مثلا عند الدوله 8 مربعات او 8 احياء، تمام؟ قال لك مثلا الحي رقم 1 و2 و3 و4 ممنوع الاجانب يسكنوا فيهم. يعني الاجانب ده اللي هو ينطبق على الناس اللي معاه اقامه سياحيه، لان اللي معاه اقامه طالب، لو انت جاي بطالب تسكن في اي حته عادي محدش هيكلمك. ونفس الكلام لو انت معاك اقامه عمل، برضه تسكن في اي حته محدش هيكلمك. ولكن ممنوع على السياح، هو يقصد بيها الناس اللي هتقعد باقامه سياحيه، ممنوع تسكن في الاماكن دي، تسكن في اماكن معينه. فانت لما هتيجي تعمل اقامه سياحيه هتضطر بقى ايه، تشوف الاول ايه هي المنطقه المفتوحه ليك عشان تقدر تاخد فيها شقه يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما قلنا الفواتير لما تيجي تدفعها، او سوري لما تيجي تفتح الفاتوره. يعني ايه تفتح الفاتوره؟ يعني انت مثلا خدت الاستوديو دلوقتي، الاستوديو بيبقى يعني فيه ميه وفيه مثلا كهرباء وفيه غاز، تمام؟ ولكن الحاجات دي كانت باسم الراجل اللي قبلك او المستاجر اللي قبلك، فانت ما ينفعش تستخدمها، لازم تروح تفتح فواتير باسمك انت. بيسموها في الكهرباء بيسموها تفتح ساعه الكهرباء وتفتح ساعه الميه وتفتح الغاز. بتضطر تروح شركه الكهرباء تقول لهم انا عايز افتح اشتراك جديد يعني. بيقول لك والله هتدفع تامين 5000 ليره، تمام؟ التامين ده ايه وظيفته؟ التامين ده بيفضل عند الشركه الى ان حضرتك تيجي تقفل الساعه بتاعت الكهرباء دي. فيما بعد لما تيجي تطلع من الشقه تروح رايح شركه الكهرباء تلغي الاشتراك وترد ال 5000 ليره. ونفس الكلام في الميه ونفس الكلام في الغاز. اي اشتراك لازم بتدفع له تامين من الحاجات الثلاثه اللي انا قلت عليها دي، والتامين ده بتسترد لما تيجي تسيب الشقه. ولكن بقى الفاتوره نفسها، قيمه الفاتوره بتيجي كام في الشهر؟ يعني مش كتير. يعني الكهرباء في حدود ال 500 ل 1000 ليره، الميه برضو من 500 ل 800 ليره، الغاز برضو نفس الكلام، تمام؟ يعني دي الاسعار بتاعت الفواتير الشهريه لو انت استهلاكك متوسط الى منخفض. لو انت ما يعني مش على طول فاتح النور، مش على طول مثلا يكون عندك تكييف بتستخدمه على طول، يكون عندك حاجات بتستهلك كهرباء كتير، او فاتح مثلا الدفايه الغاز بتاخد غاز كتير فبتدفع عليها اكتر. لكن لو انت استهلاكك في المتوسط فهتدفع الارقام اللي انا قلت لك عليها دي. ده كده كل حاجه تفصيليه بالنسبه للسكن، ايجاره، الى فتح الفواتير وتاميناتها، الى الدفعات الشهريه للفواتير سواء كهرباء وغاز وميه. طيب نيجي لتاني حاجه الا وهي الاكل. هتطبخ في البيت غير لما هتاكل من بره. والله انت راجل بتعرف تقف في المطبخ، تعرف تطبخ، تعرف تعمل اكلك، ممكن الاكل يخش له برضو الكلام اللي انا هقوله ده اسعار في المتوسط. يعني ممكن يخش له معاك من 7000 8000 ليره ل 10000 في الشهر، تمام؟ اكل ليك انت لوحدك لو هتطبخ من 7000 ل 10000. لكن لو حضرتك بتاكل اكل من بره، خلينا مثلا ندي مثال بسيط. اقل وجبه شاورما دلوقتي، الشاورما العربي اللي هو بيبقى سندوتش شاورما معاه شويه بطاطس ومش عارف ايه، عاملين مثلا 350 ليره. لو انت هتاكل شاورما كل يوم من بره وجبه واحده في اليوم، يعني هنفترض ان انت هتتغدى بس ولا هتفطر ولا هتتعشى، او يا سيدي مش هتاكل طول اليوم في الشغل، او لو عندك حاجه جامعه او حاجه وهترجع تتعشى عشوه واحده وتنام، 350 ليره اضرب في 30 يوم كل يوم ب 10000 ونص. يعني حضرتك لو هتاكل شاورما كل يوم نفس الوجبه من بره هتصرف 10000 ونص. ولكن احنا طبعا بني ادمين، اكيد انت مش هتاكل نفس الوجبه كل يوم يعني. فالاكل لو هتطلب من بره ممكن الميزانيه تضرب معاك شويه فوق ال 10000، ممكن تخش لها في 12000 13000 حسب الاكل وحسب انت بتجيب ايه من بره. لان بصراحه الاكل في تركيا مغري وكله حلو، فانت لو فضلت تطلب من بره كتير الميزانيه هتضرب معاك شويه. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها الا وهي المواصلات. المواصلات هنا في تركيا بقى دي قصه لوحدها. ليه قصه لوحدها؟ وفي اول الفيديو قلت لك هل انت هتتحرك كتير ولا لا، لان ده هيفرق في ايه. اولا لو انت طالب، خلينا ناخدها واحده واحده. لو انت طالب، الحكومه هنا كتر خيرها عامله اشتراك الطلاب في المواصلات فقط بالضريبه بكل حاجه
600 ليره بالظبط 601 ليره كل شهر. كل شهر 601 ليره بيديك كارت، هو الكارت معاك بيديك فيه 200 تكه، يعني 200 مره. تمام. تركب كل حاجه، تركب مترو، اتوبيس، مترو بوس، عبارات، اي مواصله في اسطنبول تقدر تركبها بالكارت بال 200 تكه دول ب 600 ليره في الشهر لو انت طالب. ولو انت، وعن تجربه الكلام ده انا بقول لك، لو انت بتخرج كتير، لو بتلف اسطنبول كلها كل يوم، ال 200 تكه دول مش هيخلصوا. تمام. عشان برضو تبقى عارف، لو انت طالب وبتخرج كتير، عمر ال 200 تكه دول ما هيخلصوا منك نهائي. ودي عن تجربه كتير، وانا يعني كنت بنزل وبروح وبخرج كل ما بيخلصوش. دي نقطه. لو انت بقى خلصت جامعه وبتشتغل وبقيت مواطن عادي مثلا، او مش مواطن، بقيت مقيم اقصد عادي، ومن غير بقى لا جامعه ولا اي حاجه، وبتشتغل عادي مثلا، او معاك اقامه عمل او اقامه سياحيه، في الحاله دي بقى اشتراك المواصلات مش هيبقى ب 600 ليره، هيبقى ب 3600 ليره. تمام. غالبا من 3600 ل 3800 غالبا. فالاشتراك هيزيد شويه. تمام. ولكن ستيل برضو اوفر لو انت بتروح شغل كل يوم، بتروح وتيجي من الشغل كل يوم، بتخرج بتاع، ستيل اوفر. ولكن لو انت بقى قاعد ما بتتحركش كتير، شغلك مثلا اونلاين، معاك اقامه سياحيه وجاي شغلك كله اونلاين، ممكن تشتغله من البيت او من كافيه، ما بتخرجش كتير، ففي الحاله دي حضرتك مش محتاج تعمل اشتراك. ونصيحتي ليك انك ما تعملش اشتراك، لان الكارت بتجيبه من اي مكنه في الشارع، كارت المواصلات ب 150 ليره، 160 مش فاكر بالظبط. ولو شحنته في اليوم اللي هتخرج فيه، يعني لو انت شغلك اونلاين وما هتخرجش كتير، في اليوم اللي شحنت فيه 200 ليره ولا حاجه فهيقضوك، فالاشتراك ملوش لازمه، هتدفع 3600 ليره اشتراك وانت ما بتخرجش كتير، فهتدفعهم على الفاضي. لو جيت انت كاوفرول تعمل حسبه كده، لو قاعد لوحده يصرف كام، زي مثلا قلنا السكن لو هتاخد استوديو 500 15000 ليره، والمواصلات قلنا مثلا لو هناخد الاشتراك الاكبر لو انت مش طالب 3.5، وهناخد الاكل 10، وهناخد الفواتير 3000 2500. فانت هتعمل لك في الحدود لو واحد قاعد لوحده حوالي من 35000 ل 37000 ليره في الشهر مصاريف فقط. الحاجات الاساسيه انا ما قلتلكش مثلا ممكن 35 ل 37 دول تبقى مصاريف، من ضمنها 5000 ليره مثلا بوكيت ماني معاك كده لو عاوز تشتري حاجه لنفسك ولا حاجه. لكن مش هيبقى معاك رقم كبير قوي، او مش هيبقى معاك ميزانيه مفتوحه قوي انك تصرف منها، ولكن ده المتوسط. وطبعا الرقم ده يقل لو انت قعدت في سكن مشترك ما قعدتش لوحدك. كل ما يعني تمسكها على نفسك اكتر، وكل ما تحاول تقلل من الحاجه اكتر، كل ما تقدر ان انت تحجم مصاريفك اكتر وتقلل الرقم من 35 مثلا ل 30 او ل 28 ل 29. لان هنا في تركيا الأصغري أجرة اللي هو الحد الادنى للاجور حاليا في الشهر 28000 ليره. ده الحد اللي الدوله حطاه، ان الرقم ده يقدر حد يسكن وياكل ويشرب بيه، ولكن غالبا انت بتطلع عنه شويه يعني. تمام. غالبا بس فدي كانت اوفرول المصاريف لو شخص جاي يقيم هنا في اسطنبول لوحده. وخلي بالك المصاريف دي بتتغير من سنه للتانيه، لان كل سنه الايجارات بتغلى. فالكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي في شهر 5 2026 غير الكلام اللي انت هتيجي تشوفه لو انت جاي السنه الجايه. كل سنه بمصاريف شكل، وكل وقت وليه مصاريفه زي ما بيقولوا. ف اعمل الفيديو ده سيف عندك، واعمل لنا لايك، وانزل اكتب كومنت لو ليك تجربه معيشه هنا في اسطنبول، او لو انت ناوي تيجي اسطنبول قريب. قول لنا هل شايف الرقم اللي انت هتصرفه لو انت عايش لوحدك ده رقم مناسب، ولا شايفه اوفر والمصاريف في تركيا بقت غاليه الفتره الاخيره؟ انزل سيب لنا رايك، وخلينا نشوفك في فيديو جديد. سلام.